السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ لسه مكملين مع بعض حل كتاب الامتحان فيزياء تانية ثانوي الترم الاول 2026 زي ما مكتوب كده، الفصل الرابع الدرس الثاني درس السريان يا رجاله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سؤال رقم 1 بيقول لي في السريان الطبقي اللي هو يعني في السريان الهادئ لسائل خلال الانبوبه تكون النسبه بين عدد خطوط الانسياب في المقطع الواسع وعدد قلنا عدد خطوط الانسياب متثابت، عدد خطوط الانسياب ثابت، ماشي؟ فالنسبة بين هنا وهنا تساوي الواحد. عندما تقل مساحة مقطع أنبوبة ينساب فيها سائل الانسياب التقوية فإن كثافة خطوط الانسياب، طبعا الخطوط بتقرب من بعضها فتزداد الكثافة. كثافة يعني الزحمة يا شباب. سؤال رقم 3 بيقول يمكن استنتاج معادلة استمرارية لصالح السوائل من قانون بقاء الكتلة. تمام يا شباب؟ الطاقه طبعا مش طاقه، احنا بنقول الكتله اللي بتدخل بتساوي الكتله اللي بتطلع. المعادله الاستمراريه اللي جايه على الدرجه ايه اللي جاي؟ كتله الميه او حجم الميه اللي داخله يساوي حجم الميه او كتله او حجم الميه اللي طالعه. تمام؟ مش كميه الحركه ولا في حاجه اسمها بقاء الكثافه اصلا. سؤال رقم 4 بيقول لك عدد خطوط الانسياب للسائل التي تمر عموديا على وحده المساحات المحيطه بنقطه معينه تحدد. قلنا احنا يعني ايه عدد خطوط الانسياب في مساحه معينه؟ دي اسمها كثافة خطوط الانسياب. طب كثافة خطوط الانسياب بتحدد ايه؟ بتحدد سرعة السائل. بتحدد سرعة ايه؟ السائل. قلنا كل ما تزداد الكثافة تزداد السرعة. سؤال رقم 5 بيقول لي يسري ماء سيلا طبقيا هادئا خلال انبوبة اكس واي عند مقطع اكس تكون سرعته في ومعدل كذا، فاذا كان سرعة الماء عند المقطع واي هي كذا فإن معدل السريان الحجمي عند المقطع واي. قلنا معدل السريان الحجمي ثابت، إذا زاد قلت السرعة تزداد المساحة، وده كيو في تساوي اي في في ثابت، وهو ثابت والعلاقة بين الاي والفي علاقة عكسية. لو السرعة زادت المساحة تقل، أو لو العكس يعني هو اللي بيحصل، مساحة تقل يبقى السرعة زادت، المساحة زادت يبقى السرعة هي اللي تقل، ويديك الكيو في ايه؟ ثابتة على طول. معدل سريان السائل ثابت. سؤال رقم 6 بيقول لي في الشكل المقابل أنبوبة يسري بقى سائل سريان هادئا فإن الكمية التي يكون مقدارها عند المقطع إكس أكبر من مقدارها عند المقطع واي. طبعا هنا ضيقة وهنا المقطع ضيق والمقطع هنا واسع، فكون هنا السرعة أكبر من هنا على طول، يعني السرعة هي الأكبر. تمام؟ طبعا الحجم لا، الكتلة لا، عدد خطوط الانسياب برضو لا. سؤال رقم 7 بيقول النسبة بين معدل الصيان الكتلي ومعدل الصيان الحجمي لسائل يسري سريان هادئا. احنا قلنا إن كيو إم بتساوي رو كيو في. تمام؟ فلو قلنا دلوقتي هو عدد الصيان الكتلي اللي هو كيو ام، عدد الصيان الحجمي اللي هو كيو في، فتبقى كيو ام على كيو في تساوي مين؟ الرو اللي هي مين؟ الكثافه، اللي هي دي على دي تساوي دي على واحد هنا، ماشي؟ تبقى كثافه السائل. سؤال رقم 8 يقول سائل كثافته يبقى دي الرو يصل صيان هادئا بمعدل 10 كيلو، يبقى دي كيو ام. تمام؟ داخل الانبوبه مساحه مقطعها بالمنظر ده، دي الايه، فان سرعه احنا قلنا ان كيو ام بتساوي رو كيو في، وكيو في بيساوي ايه في، فتبقى رو ايه في في. الكيو ام بكام؟ ال10، الرو 1000، ايه المساحة نص السرعة هو عايزها، ماشي؟ هتقول كده نص في 1000 بكام؟ نص في 1000 ب500، تقول 10 على 500 اللي هي 20 من 100 ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي. 10 على 500 تبقى 2 من 100. اوكي. سؤال رقم 9 ولي أنبوبة مساحة مقطعها طرفيها كذا وكذا يصل بها مثلا هادئا فإذا كان حجم الماء المنساب خلال ماشي يساوي المنظر ده في مقدار سرعة الماء عند المقطع الضيق والمقطع الواسع. أول حاجة أنا عشان أجيب السرعة محتاج كيو في تساوي اف في. أنا معايا مساحة كل واحد منهم. أنا دلوقتي عايز عشان أجيب السرعة هيكون معايا مين؟ المساحة والكيو في. أنا مش معايا كيو في، بس كيو في له قانون تاني اللي هو فوليوم على التي، وهو مدينا هنا الفوليوم اللي هي 9، التي اللي هي 15 مينت يعني 15 في 60. اوكي؟ 15 دقيقة يعني فيها اضرب في سي الدقيقة فيها 60 ثانية، فتبقى 9 على 15 في 60. ده مين؟ معدل 1%، يبقى كيو في تساوي 1 من 100. طلبة 1 من 100 هتساوي كيو في تساوي ايه في في. ايه مثلا بمساحة مقطع مرفوعة كده، ده مقطع الضيق 5 من 1000، تبقى 5 من 1000 كده في. فانا هقول كده 1 من 100 انصر على 5 من 1000 تطلع بكام؟ اول حاجه ب2، يبقى عند السرعه مقطع الضيق 2، يبقى دي غلط ودي غلط. طب يا مستر، طب لو كان المقطع الواسع اللي هو 1 من 100 اشيل كده تبقى 1 برضو، اقول 1 من 100 1 من 100 فيها الواحد فتبقى 2 و1. رقم 10 بيقول لي سؤال رقم 10 بيقول لي سؤال يسري ماء سريانا طبقيا هادئا بسرعه، يبقى دي الفي، فالمهم قطرها يبقى الار بتساوي 1، القطر 2، يبقى نصف القطر بكام؟ ب1. تمام؟ فإن حجم الماء المنساب خلال مقطع معين من الأنبوبة في الدقيقة حجم، يبقى أنا دلوقتي هقول له الكيو في
بتساوي فوليوم على التي، وفي نفس الوقت بتساوي ايه في في. واحده واحده بقى. انا دلوقتي خلال دقيقه، يبقى هو عايز الفوليوم، يبقى الفوليوم اللي انا عايزه على التي اللي هي دقيقه عن 60 ثانيه تساوي الاي اللي هي باي ار تربيع بتاع دي في في. يعني تعالى كده بقى الحاسبه احسن حاجه، هتقول له الفوليوم هتساوي فوليوم اللي هي الفا اكس على 60 الفا تساوي حمراء ايه اللي هي شيفت باي في ار تربيع. الار هنا 1 في 10 سالب 2 نصف القطر كل تربيع في ايه اللي هو الفي اللي هي 5. شيفت سولف يساوي طلعت بتسعة من 100 الرقم ده جيم. تمام كده. الزمن اللازم لكي يمتلئ خزان سعته كذا بالماء المنساب. طبعا عندي قلنا احنا الثابت ان انا عندي مين هنا الثابت؟ الثابت يا رجاله الكيو في. الثابت مين؟ هو الكيو في. فانا اقول له كده انا ده عايز الفوليوم الزمن اللي عايز يملى الفوليوم 20 بدل الفوليوم. اوكي عايز التي بقى، عايز التي هو. طب انا محتاج كيو في بقى. كيو في ثابت هجيبه من الناحيه الثانيه عادي. طب الكيو في كان بيساوي هنا، اقول له فوليوم على هنا فوليوم على التي اللي هو بالمنظر شويه اللي هو الرقم ده تاني 9.42 كده على 60. اوكي ده كده ده بالنسبه لي الكيو في. الكيو في ده بيساوي اللي هو بقى مين؟ الفوليوم اللي هو 20 على التي اللي احنا عايزينه. شفت سولف يساوي كده الرقم طالع بمين؟ بالثانيه. بالدقيقه بقى اقول له انصر على 60 عشان اشوف هو كام ثانيه كام دقيقه. اسف 212 ب. ماشي يا شباب. سؤال رقم 11 بيقول انبوبه مياه مساحه مقطعه عند الطابق الارضي 4 سم وعند الطابق العلوي، يبقى دي بالنسبه لي مساحه ودي مساحه. اذا كان الماء يسري سيلان هدان خلال الانبوبه بحيث كانت سرعته عند الطابق الارضي، يبقى مثلا لو دي ايه 1 تبقى دي في 1، لو دي ايه 2 فهمنا سرعه سيلان الماء عند الطابق العلوي يبقى هو عايز في 2. اوكي ما هنقول له ايه في تساوي ايه في، يعني تقول له 2 في 4 بتساوي 2 في الفا اكس. شيفت سولف يساوي ايه في تساوي ايه في، ما كيو في ثابت يبقى 4. سهله دي. معدل التدفق الحجمي عند الطابق الارضي وعايز الكيو في، ما كيو في تساوي ايه في. ايه بكام يا مستر؟ قلنا ايه هنا عند الطابق الارضي. الطابق الارضي المساحه بتاعته 4 بس في 10 سالب 4 في 2 عشان دي مساحه متر تربيع. وليه ما حولناش من شويه يا مستر؟ عشان احنا كنا هنتحول الناحيه دي ونحول الناحيه دي، هنحول في الناحيتين فمش تفرق يعني. طب كام؟ تطلع ب 8 في 10 سالب 4. عايز معدل تدفق الماء عند الطابق العلوي. معدل التدفق هو ثابت اصلا كده كده، هضرب نفس الرقم ده بس في الكثافه. هو كيو معدل التدفق الكتلي ورو كيو ام بيساوي رو في كيو في. الكلام ده كله في 1000. طب بكام دي؟ اكيد مثلا 8 من 10 ب 8 من 10. سؤال رقم 12 بيقول لي انبوبه قطرها ماشي قطرها يعني نصف القطر يبقى بكام؟ بواحد وربع. هنا ده الار يساوي 1 وربع 2 ونص. ده صاب كمية من الماء كتلتها يبقى ده الام في هنا خلال يبقى ده التي. فنسرعة خروج الماء من الانبوبة تساوي. طبعا احنا قلنا ان دي ده هجيب من دول كيو ام بيساوي رو اي في في او رو كيو في، يعني اللي هي الكيو في اللي هي اي في، فكيو ام اللي هي مين؟ ام على التي فتبقى 11 على 10 هتساوي ايه اللي هي باي ار تربيع. يبقى باي ار تربيع في الرو الاول اللي هي 1000 في باي ار تربيع اللي هي باي في 1 وربع في 10 أس سالب 2 ماشي تربيع في الفي اللي هو عايزها. بالآلة الحاسبة هنقول 11 على 10 ألف تساوي حمرا 1000 في باي هنا عملها اللي هو 22 على 7 بس بالآلة الحاسبة عادي في 1 وربع 10 أس سالب 2 تربيع في الفا اكس. شيفت سولف يساوي تطلع ب 2.24% ب. تمام. رقم 13 هو يسري مثلا ماء بسرعه كذا يبقى دي الفي خلال الانبوبه قطرها يبقى نصف قطرها ار يساوي 1 من 10 على الاثنين تبقى 6 من 10 اعتقد. شوف كده يبقى 6 من 10 تنتهي باختناق. فاذا ان قطر الاختناق عايز قطر الاختناق اذا كانت سرعه خروج الماء منه كذا. طبعا دي تبقى يعني ايه موضوع بسيط هشتغل هنا نسبه يا شباب. فتقول له كده والله دي في 1 خلاص مش محتاجين ده هو دي 1 اللي هو القطر دي 1 تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده باختناق فان قطر الاختناق يبقى عايز دي 2 اذا كانت سرعه خروجه ماء منه يبقى ده الفي 2. هتقول له بس كده القانون بتاعي في 1 على في 2 تساوي دي 2 تربيع على دي 1 تربيع وترص على الحسب. في 1 بكام يا مستر؟ قول لي اوكي
هقول لك اوكي، في 1 ب3، في 2 ب27. دي 2 اللي انا عايزه بألف اكس تربيع على 1 و2 تربيع. شايف تصاد بيساوي، تطلع بكام؟ 4/10 سنتي. بسيطة خالص. سؤال رقم 14 بيقول إذا زادت مساحة مقطع أنبوبة يسري فيها سريان هادئا إلى الضعف قلنا معدل سريان الكتلة دي أو الحجم ثابت، ماشي؟ ما حصل. طبعا قلنا هنا رقم 15 شكل بيان الذي يمثل معدل استمرار سريان السير، ماشي. أول حاجة هي الفي مع الإيه، علاقة إيه في الإيه مع الفي علاقة إيه؟ عكسية، فالمفروض دي تبقى كده، دي كده تبقى كده، تبقى غلط. ودي طبعا 1 على ايه مع 1 على ايه تبقى طردي، تمام. فدي عشان تبقى صح تبقى 1 على ايه، تمام. ونفس الكلام دي لو 1 على ايه تبقى طردي، اوكي. طب الار تربيع هي الايه مع الايه دي باي ار تربيع، فتبقى باي ار تربيع في علاقه بين ار تربيع والفي برضو عكسي، فمش ينفع. طب او طردي مع 1 ار تربيع، هي صح، ماشي. سؤال رقم 16 بيقول لي يسري سير هدايا بسرعه 4 في انبوبه نصف قطرها ار، فاذا اصبح نصف قطر الانبوبه عند نهايتها 2 ار فان سرعه الخروج انا كده زودت نصف القطر للضعف، فبالتالي هو الفي تتناسب طردي مع ار تربيع، فيبقى لو تناسب عكسي مع ار تربيع، فيبقى لو احنا عايزين نعمل مسألة هنقول له والله في 1 على في 2 تساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع، تقول له في 1 ب4 على في 2 انت عايزها ار 2 اللي هي 2 تربيع عن 2 4، 2 تربيع اللي هي 4 وار تربيع اللي هي 1 تربيع، فتبقى ضرب وسطين الفي 2 هتساوي 1. او ممكن تقول انا زودت نصف القطر للضعف فيبقى بس هربعه، يبقى هتزيد ل4 امثاله، فالسرعه تقل الربع، اذا كانت 4 تبقى 4 على 4 فيها الايه؟ فيها الواحد، تمام يا شباب؟ يا مشكلة. سؤال رقم 17 يقول لك اندفع زيت بمعدل 6 لتر على الدقيقة، ده الكيو في. خلال مقطع انبوبة اكس تتصل بانبوبة اخرى واي يخرج زيت من فوائدها بسرعة 4 متر على الثانية، بدل في ده فوق الثانية في مثلا، اذا كان سرعة طبقيا هذه من مساحة مقطع الانبوبة واي بقول لك في انبوبة يخرج انبوبة اخرى ويخرج زيت من فواتها بسرعه. خلاص ده عايز مقطع، ده سهله دي بقى يا باشا. اقول له كيو في هنا بس دي 6 لتر على الدقيقه، نعمل ايه دي؟ محتاجين نحولها، فقلت له 6 لتر عشان احولها متر تكعيب اضرب في 10 - 3 وعلى الدقيقه تبقى 60 ثانيه، دي تساوي اف في عايز مساحه تبقى ايه في اللي هي 4 بالاولى الحوصبه هتقولوا سيطه طلعت 2.5 في 10 أس -5. سؤال رقم 18 يقول لي انبوبه مساحه مقطعها 10 يبقى ده ايه؟ يسري بها مثلا هادئا اذا كان حجم الماء المساب خلال 30 دقيقه وكذا، فان معدل تدفق الحجم كيو في بيساوي فوليوم على تي، تبقى 18 على 30 دقيقه يعني 30 في 60، يبقى 18 على 30 في 60 تساوي كام؟ واحده يا مستر. 1/100 يبقى دي غلط ودي غلط. باجي على صورة الماء، خزان الماء تقول له 1/100 اللي هي كيو في تساوي اف في ايه اللي هي 10 - 3 في في اللي انا عايزها. شايف تصول بيساوي تطلع بكام؟ ب10، فتبقى 1/110. اوكي. اذا زاد سؤال رقم 19 بيقول لك اذا زادت مساحه مقطع انبوبه للضعف فالسؤال الهادف ان سرعه السريان والعلاقه بين السرعه والمساحه كعكسيه، لو زادت مساحه للضعف تقل السرعه للنصف، تمام. سؤال رقم 20 اذا كانت النسبه من نصفي قطريه مقطعيه الانبوبه في السريان الهادئ هي 1/2 بالنسبه من سرعتي عندهما على الترتيب. لو سرعه السريان 1/2 احنا بالنسبه لنا العلاقه بين السرعه ونصف القطر طرديه يعني عكسيه تربيع. يعني هو بيقول لك دلوقتي اذا كانت النسبه النصفيه قطريه يعني مثلا ار1 على ار2 هتساوي كام؟ 1/2. اوكي. النسبه من سرعتي السيلان هو عايز في 1/2. طب ما في 1/2 مش بتساوي ار2 على ار1 تربيع، ار2 تربيع على ار1 كل تربيع، يعني ار2 تربيع على ار1 تربيع. يعني هعمل ايه في دي؟ اول حاجه انا عايزها تبقى ار2 على ار1 فتبقى 2 على 1، هربع دي تبقى 4 على 1. اوكي. سؤال رقم 21 والشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين سرعه سريان سائل عند النقطه في انبوبه سريان ومقلوب مساحه الماء بين التطيف، فان معدل سن الحجم يساوي كيو في تساوي اي في، واي في بيجي هنا عن طريق ان انا هقسم ده على ده، لما اقسم في على 1 على ايه
هتساوي في في ايه اللي هي ايه في في، فانا هجيب الميل بس ليس الا يعني. تمام. فهنعمل ايه؟ 20 على 50 في كام؟ في 10 اس 2. ايه 20 على 50 في 10 اس 2؟ تطلع اكيد برقم غريب كده، اكيد 4 من 1000 ده. يطلع بكام؟ 4 في 10 سالب 3 اللي هي 4 من 1000. تمام. كتلة السائل المنساب خلال 30 منت. إذا علمت أنك سبت سائل كذا، ما هو كتلة السائل يبقى ام على التي اللي هو كيو ام يعني بيساوي رو كيو في، فتبقى رو في كيو في اللي احنا 4 من 1000 ده، أو 4 في 10 سالب 3. اوكي فأنا دلوقتي ودي ب1000. اوكي يبقى أنا عايز مين؟ 30 منت. عايز اجيب الكتلة وبقى 30 في 60 في الرقم ده، 30 60 في لان انا دي كده هتروح كده في 1000 في عنصر اللي هي 4 في 10 سالب 3 بتاع 7200. اوكي 22 مضخة زيت تضخ زيت خلال كذا، خزان اسطواني قطره كذا وارتفاعه كذا، فاذا كانت كثافة الزيت كذا فإن معدل ثاني كتل الزيت من فوات من فوات المضخة يساوي تضخ من زيت خلال كذا في قطر. ماشي. اقول لك مضخة زيت تضخ كذا، يبقى انا ماشي عايز كتل الزيت من فوق. ماشي. الكيو ام بتساوي رو كيو في، بس معايا الرو اللي هي 820 كيو في اللي هي 1 و2 على اللي هي فوليوم على التي على 60. تبقى 820 في 1 و2 على 60 تطلع الناتج ب 2.85 اللي هي 16 و4. اوكي بعد كده لازم نلزم الخزان هقول له والله كيو في اللي هي 1.2 على 60. اوكي 1.2 على 60 على 60 ده كيو في، ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي فوليوم على التي. طب الفوليوم بتاع الخزان بقى ار تربيع اتش، بقول لك ده عباره عن خزان اسطواني وحجمه بقى ار تربيع اتش، فيبقى شيفت باي في ار تربيع قطره ده نص، انا عايز نصف القطر فتبقى 2 تربيع في ار تربيع في اتش اللي هو ارتفاع 3 مش ده الحجم على التي اللي انا عايزه. شيفت سولف يساوي الرقم اللي يطلع بالثواني، اقسمه على 60 عشان يطلع بالدقايق. كان معكم انصر على 60 يطلع الناتج 10 باي اللي هي 31 اللي هو ده. ماشي يا شباب. سؤال رقم 23 رسالة نسبة بين كثافة ما كذا يصري كل منهما سريانا ناديا داخلا أنبوبة مختلفة وشكل بيان المقابل يمثل العلاقة بينهم. طب معدل سن الكتلي كيو ام اي بيساوي كيو اي على كيو ام بي. ماشي. معدل سن الكتلي اصلا بيساوي رو كيو في، فنقول له كده والله هيساوي رو ايه على رو بي كيو في ايه على كيو في بي. اوكي يا اسطى هتساوي بقى رو ايه بكام؟ يعني 2 على 1 كيو في ايه بكام؟ تقول له تعالى دي كده عبارة عن عد مربعات بتبقى 1 2 يبقى دي كده رأسي فوليوم على التي 2 على 3 فتبقى دي 2 و2 فوق كده و3 تحت. طب ودوت كيو في بي هتبقى برضو 1 على 3 فتبقى 1 تحت و3 فوق. اوكي تروح مع 3 2 في 2 ب4 ب4 على 1. سؤال رقم 24 بيقول لي سائلان اكس وواي يستقبلون سريان هادئا داخل هو مختلفة لها نفس مساحة على المقطع. ماشي بسرعتين ماشي على الترتيب. اوكي يعني دي في اكس دي بتاعت اكس دي ودي بتاعت واي. وشكل بين المقابل يمثل علاقة بين الكتلة ام لتنساب. ماشي نسبة بين كثافة السائلين رو اكس على رو واي. طب ما هنمشي واحدة واحدة بقى. اول حاجة احنا عندنا كيو ام بتساوي الام على التي واللي هي هنجيبها من على هنا وبتساوي الرو كيو في، وهنا مديني السرعه تبقى ايه في نفس المساحه في المساحه ثابته. تمام هنخش في اللعبه. طب عايز اجيب الرو مع الكيو ام طردي فتبقى رو هو عايز رو اكس رو واي هتساوي كيو ام اكس على كيو ام واي. طب يا مستر والرو مع الفي عكسي فتبقى في واي على في اكس. عوض بقى معايا كيو ام اكس بكام؟ هتقول له كيو ام اكس 15 على 2 فيها 7.5. كيو ام واي اللي هي 10 على 3 اللي هي 10 على 3 عادي. ماشي اوكي. بعد كده هتقول له واحدة بس. في واي بكام؟ في واي اللي هي في فتقول له 1 دي 1 وربع. ماشي بلا حظ بقى تقول له 7.5 في 1 على 10 على 3 والله ملوش لازمة يعني عشان اشوف لك واحد في له مضطر في 1 وربع. طلع الناتج ب3 على 2.
اوكي يا شباب، شفت يا شباب غلطنا غلطه شنيعه، هي 1 وربع مش 1 ونص، نسيت الاتنين بس. تمام، تبقى 9/5. انا اسف يا شباب معلش، انت غلطت بس كتبت 1 ونص بدل 1 وربع. تمام، انا كاتب هنا 1 وربع بس نزلت على الحاسبه بس عادي يعني. سؤال رقم 25 بيقول لك يسري رسالين ايه وبي سران هاديان خلال مبتين متماثلتين وتم التمثيل العلاقه مع السريان الكتلي. ماشي، مثلا حجم ماشي، انا نسبه اكساب سالم. هو احنا عارفين هنا ان كيو ام يساوي رو كيو في. تمام، ايه علاقه الكثافه بالموضوع؟ الكثافه هنا اللي هي هنا مع كيو في. هنا الكثافه تعبر عن الميل. الميل قلنا يا شباب الميل هو الذي في الافقي، فالكثافه هنا هي الميل. او ممكن تقول الكثافه تساوي دي على دي اللي هي الراس على الافقي اللي هي الميل. تمام، الميل اللي هو ايه؟ تاني الزاويه. يعني زاويه انا عايز اجيب مثلا ميل بي، فاقول الزاويه تاني الزاويه دي. طب ميل ايه؟ تاني الزاويه دي. فانا عايز اقول رو ايه على رو بي، فاقول تان ايه على تان بي. تان سيتا ايه اللي هي مين؟ 60 على تان كام؟ تان 30. ماشي يا باشا، انا حاسبه بقى طلعت ب3. اوكي. سؤال رقم 26 ولا شكل بين المقابل يمثل علاقه بينهم. ماشي، لكل مهمه ماشي يصل لكل مهمه سريان هاديان في مهمه مختلفه. ماشي، عايز يبقى هو هنا عكس اللي فوق. الكيو ام. بصوا يا شباب، الكيو ام تساوي رو كيو في. في الحاله دي هنا انا هقسم ده على ده. لو انا قسمت كيو في على كيو ام هيديني 1 على الرو، فالميل هنا 1 على الرو. الميل هنا مين؟ 1 على الرو. مين 1 على الرو؟ ده الميل. فيبقى الاكبر، يبقى الميل عكسي مع الكثافه، يبقى سلوب كده ده عكسي مع الكثافه، يبقى الاكبر ميل اقل كثافه. مين هنا الاكبر ميل؟ اللي هو اكس، فيكون هو اقل كثافه. والاقل ميل اكبر. مين اكبر كثافه؟ اكبر كثافه هنا اللي هو اقل ميل اللي هو زد. مين في اكبر حاجه؟ زد. يا اما تكون دي يا اما تكون دي. طب زد وبعد كده اكبر من واي اكبر من اكس اللي هي دي يا شباب، مش مشكله. سؤال 27 بيقول لك اصل سلام. ماشي، نشتغل بين المقابل المصري علاقه بين كذا المساوي عبر مقطع معين من الانبوبه دي، واذا كانت السرعه سلامه فان نصف قطر الانبوبه يساوي. بسيطه خالص، هتقول له كيو في تساوي ايه في. كيو في اللي هي فوليوم على التي اللي هي 9.9 14 بتساوي ايه؟ يبقى باي ار تربيع عشان هو عايز نصف القطر في 9/10. بالاولى الحوصبه بالاولى تقول له 9 على 14 الفا تساوي حمراء باي اللي هي شيفت باي تربيع الفا اكس في 9/10 شيفت سولف يساوي. تطلع بنص متر. تمام. سؤال رقم 28 يقول لك انبوبة سريان معدل السيل الحجمي لكل تال عند مقطع منها تتفرع إلى 4 أفرع متساوية المساحة، فإن معدل انسياب السائل في كل فرع يساوي. كل فرع لو قلنا لو عندي 4 أفرع وكده فقلنا الكيو في ده هيساوي ان كيو في. الكيو في بتاع كل فرع، كل ايه فرع، فكل فرع يساوي ايه؟ يساوي الرئيسي مقسوم على عدد الأفرع اللي هو كام يعني؟ هو عنده 4 أفرع هنا، فالرئيسي كيو في، فكيو في على الأربعة اللي هي ربع كيو في. تمام. سؤال رقم 29 بيقول لي يسري مثال كذا بالمنظر مختلفين في مساحة المقطع معدل انسياب في كل معدل انسياب في ألف وب. معدل انسياب الحجم في كل منهم 3/10 3/10 3/10. اوكي. فإذا نطبق في الأنبوبة التقايا تعالي نطبق في احنا لغة عربية. ماشي عادي، ما احنا قلنا ده زائد ده بيساوي ده، اللي داخل بيساوي اللي طالع، تبقى 6/10 عادي، سهل خالص دي. سؤال رقم 30 بيقول لي الشك قابل يوضح ويسري بها ماء سريان هادئا إذا كانت سرعة الماء عند اكس وزد اكس بكام؟ ب8 وزد بربع. ماشي. ونتفق ان سرعته عند واي يبقى عايز عند. قلنا احنا المفروض تعد معدل الاصطدام هنا بيساوي ده زائد ده، فتقول له كده تقييف في 8 في 6 بتساوي 4 في 4 دي زائد 2 في الفي اللي انت عايزها. ماشي، بسيطة خالص. بالاولى الحوصبة تقول له 8 في 6. القاعدة عندنا معدل الاستمرارية ان كيو في ثابت داخل بيساوي اللي طالع. محاولناش ليه؟ لان احاول في كله مش تفرق. تبقى 16. تبقى كام يا ولاد؟ 16. رقم 31 انبوبة نصف قطرها اول فرع مين فرعية نصف قطرها كل منها. ماشي. اسأل في اي من الانابيب الفرعية 5 امثال سرعة سريانة في الانبوبة الرئيسية يكون عدد الانابيب الفرعية هو. اول حاجة يقول لك في الفرع بيساوي 5 امثال في الانبوبة الرئيسية يساوي 5 في رئيس. ماشي، بس نشوف ايه
رئيسية. تمام، واحدة بس. وقال لك النصف قطرها ار ماشي. تعالى نشوف هو عايز عدد ايه يكون عدد. احنا قلنا كيو في الرئيسي بيساوي ان في كيو في الفرعي. طب واحدة هو مين فككها، فهنفكها الاف في فتبقى ايه في الرئيسي. طب هي مدينا نصف القطر فتبقى باي ار تربيع، ار تربيع كده وهي ار اصلا في الفي الرئيسي اللي هي كام، اللي هي وليكن ماشي في مثلا ماشي. طب بتساوي ان اللي هو عدد الحاجات اللي هو عايزه ده فيها باي ماشي. الار اللي هو 4 من 100 دي تربيع يبقى 4 من 100 ار تربيع في مين بقى، في الفي اللي هي 5 في الرئيسي يبقى 5 في. لو دي في تبقى الفي تروح مع الفي، المفروض تبقى الار تربيع دي تروح مع الار تربيع دي ويبقى معايا 4 من 100 تربيع والباي مع الباي. وتبقى ايه اللي يحصل بقى، تروح قلب الآلة الحاسبة كده هتقول له ال دي هتساوي 1 على 4 من 100 تربيع مضروب في كام، في 5، يطلع الناتج 125. سؤال رقم 32 بيقول لي شريان يتدفق فيه الدم بسرعة متوسطة كذا بسرعة الدم في الشريان إلى 120 يبقى ده الإن بتاعتي أو الإن أي إن شريان فرعي قطر كل منها ربع قطر الشريان. أوكي، يعني ربع قطر الشريان يعني ار تساوي ربع ار الشعيرات تساوي ربع ار شريان. ماشي، هنشوف دلوقتي. شريان فرعي يساوي شريان فرعي ناخد شريان فرعي ماشي. هنشوف دلوقتي اللي هو الار في الصغيره ربع الار الكبيره. هنشوف الموضوع ماشي ازاي. اول حاجه سرعه دفع الدم في كل شريان فرعي. احنا قلنا برضه هيبقى اي في تساوي اي في بس هو نصف قطر برضه فتبقى بي ار في في اللي هو في اذا كانت الشريان الكبيرة في 24 ماشي 24 من 100 24 من 100 ده باي ار تربيع في ماشي يساوي الان اللي هي 120 في. تعالى بقى نشوف الضوء بقى اللي فيه القصه كلها. هو دلوقتي بيقول لك الربع القطر يبقى تبقى ربع يبقى في باي برضو في ربع تربيع اللي هي 1 على 16 في ار تربيع عشان تروح مع ايه ضر الناحيه دي ماشي. في مين السرعه اللي هي ربع تربيع 1 على 16 راجل دلوقتي السرعه هو عايز الفي دي مش واحده واحده بقى. الار تربيع تروح مع ار تربيع دي الباي تروح مع الباي هتبقى الفي هنا هتساوي كام دي 120 على 16 120 في 1 على 16 16 تطلع بكام؟ طب 15 على 2 تطلع ونص تقول 24 من 100 على انصر تطلع ب 32 من 1000 ماشي يا شباب مش مشكلة. طبعا تاني احنا بنقول كل اصل الحته دي اي في سواء ان اي في الرئيسي وان في وعوضنا دي بدالة دي وخلاص الموضوع بسيط. سؤال رقم 33 بيقول لي انبوبه رئيسيه يصل ماء بسرعه في لفرع عده انابيب القطر كل منها على خصم القطر الرئيسيه ماشي. حتى لا تتغير سرعه السريان في الانابيب الفرعيه من الانبوبه الرئيسيه يجب ان يكون عدد انابيب فرعيه ماشي. واحده واحده بقى. اول حاجه يقول لك السرعه واحده فتبقى المفروض باي يبقى الفي تروح مع الفي. الفكره كلها ان باي وبرضه باي مالهاش لازمه فتبقى ار تربيع ار ايه تربيع الاولانيه دي بتساوي ان ماشي في 1 على 15 تربيع اللي هي في ار تربيع يعني 1 على 15 ار تربيع ماشي. تاني يا شباب المفروض اكتب ايه في الفي تروح مع الفي ان في ايه في الفي تروح مع الفي بعد كده المفروض اكتب باي ار تربيع الباي راحت مع الباي خلصنا من الحوارات دي. المفروض اكتب ان 1 على 15 ار الكل تربيع او 1 على 15 تربيع وار تربيع الار تربيع تروح مع ار تربيع اوكي والسرعه واحده. في كل قصه هقول ايه الواحد على 15 تربيع اجيبها بكام 15 الكل كام تربيع واقول 1 على عنصر 1 على عنصر ليه يا مستر لان انا عايز اجيب ايه الان بكام هنا 1 وباقيين 25 شباب. سؤال رقم 34 بشكل مقابل يوضح ما يصل به سريان هادئا داخل المنفذ اذا كانت في 1 تساوي 2 في 2 ففي 1 دي تساوي 2 في 2 ماشي. سرعة في 3 بدلالة هو عايز بدلالة في 1 اوكي. لو هو عايز بدلالة في 1 يبقى احنا كده محتاجين مضطرين نعمل بطريقة مختلفة شوية عكس يعني ايه قول في 2 هتساوي في 1 على الاتنين اوكي. اروح جايب هنا كده في 2 دي في 1 على الاتنين هو عايز في 3 بدلالة في 1.
هقول له اف في بيساوي اف في، اف في زائد اف في بيساوي اف في، لان انا كيو في ثابت، فكيو في اللي هنا زائد اللي هنا، اللي داخل بيساوي اللي طالع، جاي على الرايح، وكل الكلام ده كله حاجه ده. فتقول له 2 ايه في في واحد على الاتنين زائد ايه في في واحد هتساوي 4 ايه في 3. الاتنين هتروح مع الاتنين، دي زائد دي هتبقى 2 ايه في واحد بتساوي 4 ايه في 3، اللي هي هتروح مع الايه تبقى الفي 3 هتساوي 2 على 4 في واحد اللي هي نص في واحد. سؤال 35 واللي في شكل مقابل، إذا علمت عند المقطع ايه كذا والبي كذا والسي كذا والهري ده كله كذا. ماشي، عايز ايه بقى؟ عايز معدل السريان الحجمي لدخول الماء عند المقطع ايه. ماشي، عند المقطع ايه، المقطع ايه اهو صح، نصف القطر كذا وسرعة نسيبها. هنقول اف في من هنا كده، اف في ايه بكام؟ باي ار تربيع بباي ار اللي هي 30 في 10 سالب 2، اعمل بالنا الباي بالهبل ده، ماشي، تربيع في 2 بالله حاسبه ونخلص يا عم احمد وخلاص. طب باي اللي هي 13%، ومداري في المسألة يعني عشان نجيب المسألة الرقم بيتظبط شوية يعني. في 2 دي كده جبنا مين؟ السرعة التدفق، ماشي، اللي هي دي كده عند مين؟ عند ايه؟ عند المقطع بي عايز في بي في بي في بي في بي في بي اوكي. عايز سرعة الانسياب عند مقطع بي، ما انا معايا مين؟ نصف القطر، ومعايا المعدل، ما هو ده معدل السريان ده هو ثابت حتى هنا كده، هو ثابت تمام، هيبدأ يتوزع بقى حبة هنا وحبة هنا. طب نجيبه ازاي؟ معانا كيو في الرقم ده، اقسمه على مين بقى؟ اقسمه على باي ار تربيع بس ال 20 دي، ماشي، يبقى اقول انصر على باي اللي هي 13% في ار تربيع اللي هي 20 في 10 سالب 2 كل تربيع، ماشي، طلع كام؟ ب4.5. اوكي بقول لك عاوز سرعة انسياب السائل عند المقطع دي، سرعة انسياب السائل عند المقطع دي. اوكي ماشي، المقطع دي اللي هو ده، تمام. اتفقنا ان احنا نيجي هنا هيبدأ يتوزع ده حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا. كيو في ده، كيو في اللي احنا جبناه من شوية اللي هو كام؟ 5 6 كده، 5 كام 6 5 2، ده بيساوي ايه؟ بيساوي ده زائد ده زائد ده، فيبقى ايه في بتاعت مين؟ مثلا بتاعت سي، ماشي، سي بكام؟ سي اهي بيساوي 15 في كام؟ في باي ار تربيع اللي هي 3 و14 في ار تربيع اللي هي 5 في 10 سالب 2 تربيع زائد بتاعت الدي اللي هي مش عارفين سرعتها، فتبقى الاي اللي هي بكام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لدي باي ار تربيع باي اللي هي 14% برضو في 10 في 10 سالب 2. تمام يا شباب. بص بقى، انا قلت ان هنا السرعة النصف اللي بكام؟ دي بكام دي يا شباب؟ دي احنا قلنا 15 سرعة عند مين؟ عند سي. عند تاني يا شباب، تاني فانا اجيبها من هنا عند سي، المفروض عند سي 15. اتلخبطت انا كده. عند سي سرعة ب3، السرعة ب3، وتعالى بقى نمشيها بالآلة الحاسبة عشان كده هزهق انا كده واحدة واحدة. انا كده عندي 5 6 5 2 تمام. تعالى بقى اطلع بياناتك اللي هنا. اول حاجة اللي هو البي، خلاص خلصنا منها، دي اللي هي نفس المعدل السريان اللي هنا ده، سو ده زائد ده زائد ده. اوكي، عندي ده كده معايا مين؟ معايا نصف قطره بكام؟ هو سي بالنسبه لي نصف قطره ب15، ده الار 15 سم، والسرعه ب3. اوكي، فانا هقول له ايه؟ الفا تساوي حمراء ال15 باي ار تربيع، فتبقى شيفت باي في ار تربيع اللي هي 15 في 10 أس سالب 2 في الفي اللي هي ب3. اوكي، زائد دي نصف القطر بتاعها اللي هو الدي، نصف القطر بتاعها ب10، والسرعة انا دي اللي انا عايزينها اصلا، فتبقى شيفت باي في، طبعا احنا المفروض نكتب الباي بكام؟ 14 عشان هو عايز هنا، مش تفرق المفروض، بس يعني هتفرق حاجة بسيطة خالص. وهنا برضه بكام؟
3 و14. في ار تربيع، ار هنا بكام؟ قلنا 10 في 10 أس سالب 2 تربيع في الفي اللي احنا عايزينها الفا اكس، زائد بقى اخر حته خالص اللي هي الاي اللي هي عباره عن نصف القطر 5 سم والسرعه 15. فتبقى باي ار تربيع اللي هي 14 في الفي اللي هي كام؟ 15. شيفت سولف يساوي في تربيع ناسين هنا تطلع ب7.5. كنا ناسين تربيع بس يا شباب، مفيش مشكلة. بص يا شباب تعالى بقى نحل أسئلة مستويات العليا. سؤال رقم 1 ده يتحل ازاي؟ قلنا على السريع كده ارجع للشرح بتاعنا، قلنا نحط الشرح ده، نحط القانون ده 1 على التي تساوي 1 على التي 1 زائد 1 على التي 2 زائد 1 على التي 3. اجي منين؟ ارجع للشرح يا باشا والموضوع بسيط خالص. عوض بقى 1 على التي، هو بقول لك 3 مع بعض، ده 1 على التي اللي هو الكل بتاعهم ب 10. 1 على التي 1 انا بستخدم الصبور الاول فقط 20 مينت يبقى 1 على 20 زائد ساعة يعني كام دقيقة؟ 60 زائد هو عايز بقى ايه التالت بكام؟ لا حاسبة تقول له 1 على 10 ألف سحمرة 1 على 20 زائد 1 على 60 زائد 1 على ألف اكس. شايف سولف يساوي طيب 30. تمام. سؤال رقم 2 بيقول الشكل الموضح مزيد اعادة فرماشي لو مسافة المقطع انها اتجاه السريان في دي وماشي. ركز معايا بقى. اول حاجة انت هتقول له بقول لك A ب6 و B ب3 و C ب5 و E ب4 و F ب3. فين الاف؟ ماشي. فان اتجاه دي تعال نشوف بقى. احنا هنقول اللي داخل بيساوي اللي طالع. تعال نشوف يا باشا مين داخل هنا. دي 6 داخله، 3 داخله، ال5 دي كمان داخله، بس هنا 5. الاف دي طالعه فتبقى هنا 3 والاربعه كمان داخله هنا. اوكي فاضل لي بس مين كده معايا كام واحده؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وناقص دي. بس الدي باين قوي ان هي هتبقى للخارج. طب انا كنت فرضتها للداخل تطلع بالسالب يبقى انا اسف يا باشا. فكيو في دي تبقى بتساوي كام؟ تبقى تضرب مع 3 تبقى 10 زائد 5 15. بسيطه خالص، حسبه عبيط خالص. يبقى الخارج و15. ماشي يا شباب مفيش مشكله.